دقايق، لكن ابو الفضل ما رضاش يوديها للحكيم عشان حكايه التسنين دي. يومين والعيل ما استحملش مات، وابو الفضل بجبروته دخل قدام عتبه الباب وحط عليه الرخام. البنت اتصعبت على ضرره وكلمتوه، كنت احنا ابو الفضل عليهم على التخفيف وجريت على الاسم، وهناك جابوا الحكيم وودوه دلوقتي؟ يا ريت تقول 12. تبقى عملت فيها معروف كبير لو طلعت معاك 12. بخاف من حاجات كتير بتحصل قبل 12. تعبانة من حاجات كتير بتحصل بعد 12. وسيبك من الاثنين، المهمة ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل الساعة 12؟ بيحصل ايه يعني؟ معقولة مش عارف؟ ودي عايزة سؤال. النبطشية بتخلص. نبطشية ايه؟ النبطشية بتاعتي. عقبال امانتك كده محسوبتك ممرضة. بس نمرة واحد، انا بقى اشطر ممرضة في عنبر مخ واعصاب رجال. مش باين عليا ولا ايه؟ عايز يبان عليا ازاي يعني؟ اكتب لك على قرصي ولا اعلق يافطة على ظهري؟ عشان مفيش بلط ابيض. لا، ما هم بطلوا يدوهولنا من زمان. معايا واحد ازرق بتاع عمليات النظافة. وماله، ما هم بيساعدونا لما بيبقى في ضغط في المستشفى ولا حاجة، واحنا كمان بنساعدهم لما تبقى في زيارات ولا حاجة. بعدين انت مالك ومال البلط والزيارة؟ هو سؤال ورد غطاء. الساعة كام دلوقتي؟ يا ريت يا ريت يا ريت تقول 12. انت مش عايز ترد عليا ليه؟ اوعى تكون لسه ما جاتش. اوعى تكون ساعتك مأخرة. اصل معلش انا اصلي ملهوفة ومستعجلة شوية. اصل انت عارف لو الساعة جت 12 وانا لسه ما روحتش، ابويا هيطين عيشتي وامي هتسود ليلتي والحته هتسمع سيرتي ويمثلوا عليا بقى فيلم علاقات مشبوهة، مع ان انا واخده الشغل من 12 الظهر ل 12 بالليل. امال اخرج من البيت 12 الظهر وارجع البيت 12 بالليل احسن ما اخرج من البيت 12 بالليل. يقولوا عليا ايه؟ عندي نمره في فرح ولا شغاله في كباريه؟ برنس الليالي يا ربانة الميزان، يا برنس الليالي يا ربانة الميزان. ايه؟ ما ينفعش. ايه يعني مش باين عليا يعني؟ عشان مسترجله شويه؟ عادي يعني، ما هي دي اصول الشغل. انت عارف انا اول ما جيت المستشفى هنا كنت زي كل البنات، فراشه كده. بس انا بقى نشفت نفسي مخصوص عشان خاطر العنبر والدكاتره بيعتمدوا عليا في كل حاجه. اصل في ناس بتجيلها تشنجات وارتجاجات وبيبقوا عايزين حد يشيلهم او يكتفهم لما يغمى عليهم. وعشان كمان اهل الحاره اللي يتقطع لسانهم من لغلوغه يقول لك دي مسترجله قوي قوي وما ينفعش لا تبقى رقاصه ولا غيره. وعشان كمان العيال السيس لما اشخط كده في حد فيهم واقول له اتلم يكش كده ويخاف مني. ودول بقى زي العفاريت بيظهروا لك كلهم كده بعد الساعه 12. يا احلي بقول انها بقت 12. لما كنت صغيره كان نفسي اطلع ممرضه، ولما كبرت كلمت عم منصور الغفير بتاع المستشفى اللي ورانا، فعم منصور راح مكلم الدكاتره، كلمه من هنا بقى على كلمه من هنا،
معلومه من دكتور على معلومه من ممرضه، بقيت اشطر ممرضه وبقيت لهلوبه. اروح عنبر التجميل يقولوا لي انت مايعه وبتصاحبي العيانين. اروح عنبر الاطفال اهلي تمسك فيا لو مفيش مكان. اروح عنبر عظام شيل واسند في العيانين. وكل ما تحصل حاجه الاقل ما تلاقيش غيرنا تمسك فيه. مشكله بقى لو جالك عيان الساعه 12 وانت مروح. طب انا عايزه اروح في الميعاد، عشان كده لازم امشي قبل الساعه ما تيجي 12. مره في يوم دخل عليا هو شاب، انما ايه، مجدع اسمه حماده. كان جاي مع امه، مفاصلها كانت وجعاه. انا قلت له روح الاستقبال، ولا اقول لك روح عنبر العظام، ولا اقول لك تعالى اوديك انا. حبني بقى كده يعني، جاني تاني يوم يشكرني وقال لي نتجوز. لكن امه جاتها وجع في مفاصلها اكتر ما هي وجعاها، قالت له دي ما تنفعكش يا حماده، دي بتروح الساعه 12. اما حماده جه يقول لي مش هينفع تروحي الساعه 12، مش هينفع كده تسيب الشغل. طب اسيب الشغل ازاي بس يا حماده؟ ها؟ واكون نفسي ازاي؟ طب بص، اكون نفسي وبعد كده اسيب الشغل، ولا يبقى في 11 ولا يبقى في 12. مره في يوم وانا مروحه لقيت حماده بقى واقف مستنيني. انا قلت كتر خيره جاي يروحني، انا يعني افتكرت كده. كان زعلان، قال لي احنا طولنا قوي وموضوع الساعه 12 ده ما ينفعش، وان شكله في الحته بقى وحش، واننا ما ننفعش لبعض، شغلتك دي ما تشرفش. ورمالي الدبله ومشي. وساعة الراديو بتقول تن 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 12:10. في يوم وانا مروحه لقيت حماده واقف مستنيني. انا قلت كتر خيره جاي يروحني، انا يعني افتكرت كده. شغلتك دي ما تشرفش. دراماتورج احمد عبد الكريم، مخرج مساعد منا احمد ماهر، شاركني في تصميم الحركه ومخرج منفذ مروه عامر، موسيقى محمد خالد، سينوغرافيا وشريك في التجربه اسامه الهواري، حكايات مرة بطولة إسراء أحمد، شيرين المصري، نسمة عبد العزيز.